انتهت مسيرته بسبب ضربة جزاء وتحول من نجم للاعب عادي. أساموا جيان واحد من أبرز نجوم كرة القدم الأفريقية في القرن الحالي. عرفناه كلاعب مع نادي ساندرلاند الإنجليزي، فاز بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا سنة 2010 وسجل 51 هدف مع منتخب بلده خلال 107 مباراة، ولكن هدفه ال 52 كان هيبقى أهم هدف في حياته. هنرجع بالزمن سنة 2010 وبالتحديد يوم 2 يوليو. واجهت غانا منتخب أوروجواي في ربع نهائي كأس العالم، وكان منتخب البلاك ستارز في المقدمة بتسجيل هدف قبل نهاية الشوط الأول، لكن منتخب أوروجواي تعادل وانتهى الوقت الأصلي بنتيجة 1-1، وتيجي آخر دقايق في الوقت الإضافي ويمنع سواريز هدف مؤكد بإيده لمنتخب غانا من على خط المرمى، ويحسب الحكم ضربة جزاء. دخل أساموا جيان عشان ينفذ ضربة الجزاء لكنه سددها في العرض، وتحول الحلم الكابوس عشان يضيع معاها حلم قارة كاملة، لأنه كان هيبقى أول منتخب أفريقي يوصل لنص النهائي في المونديال. واتقال وقتها إن ركلة جزاء جيان اتسببت في وفاة مشجعة غانية. اعتزل جيان اللعب دوليا بعد خروج منتخب بلاده من كأس الأمم الأفريقية سنة 2012 بعد 9 سنين من اللعب في صفوف المنتخب. ودي كانت قصة النهاردة من اسمك مش غريب.